تسمعوا الاكزوست عشان تضطربوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم احمد عمرو من قناتكم ايجيبشن كارز. النهارده معانا الدوج رام الوحش الامريكي. هنشوف العربيه دي وهنعرف قد ايه فعلا ما بيتقالش كلمه وحش على العربيات الامريكي من قليل. العربيه اللي معانا دي هي 5700 سي سي، يعتبر من اقوى المحركات اللي موجوده. العربيه دي معموله للصحراء، وفي ناس بتجيبها عادي جدا للمدن، وهي على فكره اصلا من الاساس هي اساسها عربيه بيك اب للصحراء. زي ما قلت لكم احنا هنشوف العربيه وهنعرف قد ايه فعلا وحش اقل ما يقال عليها. هسمعكم صوت الاكزوست بتاعها قوي جدا، يمكن من اقوى صوت الاكزوست اللي موجود لعربيه بيك اب. يلا بينا نشوف العربيه ونشوف الوحش الامريكي. هنيجي اول حاجه نبص على شكل العربيه من قدام. طبعا العربيه زي ما انتم شايفين هي بتبقى داخله على طولي اصلا، يعني هي اطول مني ورا. انا متر و85 سم وهي اعلى مني. علامه الدوج اللي متوسطه شكل العربيه، وطبعا كل دي تهويه. يمكن من الدوج بيميزها دايما هي علامه الاكس الكبيره قوي دي اللي بتميز اي عربيه للدوج، اذا كان بقى الدوج تشارجر او الدوج تشالنجر او حتى الدوج رام او غيرها. كل عربيات الدوج واخده نفس الطباع ونفس الشكل. هنبص على الفانوس الامامي، وده برده من ضمن الحاجات اللي دوج بتحاول تحافظ عليها. وزي ما قلتها لكم قبل كده في فيديو، دايما الشركات البريميوم او اللوكسري كارز بتحاول تحافظ على الهويه بتاعتها. فدوج فعلا عملت هنا في العربيه ومخليه شكل الفانوس اللي موجود في الموديلات القديمه هي مع اختلافات بسيطه. تمام. الشكل الامامي ما فيهوش حاجات كتيره اقدر اتكلم عليها، لان زي ما قلت لكم العربيه دي عربيه وحش امريكي، مش بتروح ناحيه الاوبشن او الرفاهيه قد ما بتروح ناحيه الاعتماديه والكواليتي والتماسك على الطريق. نيجي بقى لجنب العربيه، هنلاقينا مكتوب الهيمي و 5.7 لتر، معناه ان العربيه دي 5700 سي سي، وطبعا ده موتور ضخم، معناه انه حريق بنزين وخراب بيوت. حتى هتلاقي مكتوب هنا كده. طبعا العربيه اشاراتها الجانبيه يعتبر مش موجوده اصلا، يعني انت لو بصيت مش هتلاقي اشارات جانبيه، مع ان هتلاقي قدام مكان في الجناب مش هتلاقيه حاطط، مع ان شكل المرايه كبير جدا وكان ممكن يحط فيها مثلا اشاره صغيره، بس للاسف مش موجوده. نيجي بقى هنا استهلاك البنزين، وهي 9.2 كيلو متر لكل لتر، وده استهلاك دمار حرفيا. الاستهلاك ده يعني حتى تلاقي حالب سيء جدا او فيري بور، ان هو يعتبر وحش جدا. مكتوبه فوق ان هي 5.7 لتر بيك اب 4x4 2 دورز موديل 2022 طبعا. تمام. نيجي شويه بقى نبص على اللي بيميز اول العربيه دي، وهي شنطتها. الشنطه دي بيبقى ليها عده استخدامات. طبعا لو جربنا احنا نفتح هنا، بس طبعا مش هنعمل كده عشان المكان او عشان ما نبهدلش الدنيا. لو بصينا هنا كده جوه هتلاقي دوت مكتوب هنا اول حاجه رام بوكس، ده تحتيها بيبقى حاجات هم شايلينها، وفي نفس الوقت ورا بيبقى ليه عده استخدامات. ده مش مجرد عربيه نقل وخلاص، لا، انت ممكن بتقسم انت الشنطه زي ما انت عايز. هتلاقي مثلا حاطط لك هنا مجرى، هنا مجرى، تمام، كل الكلام دوت، وهنا حاجات تمسك فيها. طبعا دي بتتفك وتحركها انت براحتك، وبعد كده تقدر يعني مثلا لو فكيناها كده اهوت هتلاقيها بتتحرك معاك، فيها نسبه حركه، وبعد كده تقوم رابط عليها تاني، ونفس الكلام حاطط لك منها 4 لو انت حابب تشد شبكه او تحط حاجه، تقفل الصندوق ده خالص محدش يشوف، يعني كلها استخدامات. تمام. العربيه برده هتلاقي هنا موجود حاجات للاتصال بعربيات تانية، يعني مثلا هتلاقي هنا لو انت عايز تقطر، العربيه دي المفروض للقطر، فدي بيبقى منفذ كهرباء لو انت قاطر حاجه ورا وعايز توصل لها كهرباء. طبعا كلمه رام الكبيره جدا اللي ورا مع كلمه 4x4. زي ما قلت لك العربيه دي من اضخم العربيات اللي موجوده في الفئه بتاعتها. زي ما قلت لك دي بتتفتح، تقدر تحمل براحتك، حتى الباب بتاعها محمل، يعني الباب تقيل مش خفيف. تمام. نبص بقى على العربيه من جوه، بس قبل ما نبص على العربيه من جوه اهم حاجه ولازم اسمعكم صوتها هو الاكزوست. العربيه دي الاكزوست بتاعها وصوت الموتور خرافي. يلا بينا نخش جوه العربيه ونشوف قعدتها. طبعا العربيه دي لا زي اللاند كروزر والعربيات العاليه كلها لازم تطلعها بعتب، يعني العربيه دي انا مش هعرف اطلعها لوحدي، لازم اطلع على العتبه. بعد ما تقعد هنا هتلاقي نفسك تمام قاعد في الدور الثاني من عماره. حرفيا العربيه لو الكاميرا تعرف تجيبها قعدتها عاليه جدا، العربيه فعلا قعدتها عاليه جدا جدا. كرسي كهرباء، وده حاجات طبعا اساسيات موجوده في عربيات، عربيه معديه ل 2 مليون ونص تقريبا، فلازم يكون فيها الامكانيات دي. الاثنين ازاز طبعا كهرباء. نيجي لاهم حاجه بقى عايز اعملها، وهي ان انا ادور المحرك. اسمعوا معايا صوت المحرك وهو بيدور.
اسمعوا كده صوت الاكزوست. حرفيا واحده من اعلى الاصوات للاكزوست اللي موجوده تقريبا في كل الفئه بتاعت البيك اب. تمام. فيها طبعا تاير بريشر مونيتورنج سيستم زي ما شايفين. الشاشات عاديه ديجيتال، انا اسف انالوج، بس فيها في النص حته ديجيتال كده، وكلمه رام فوق خالص. مالتي فانكشن شيء طبيعي موجود في العربيه اللي فيها دي. صوت الكلاكس بتاعها، صوت الكلاكس بتاعها تحس ان هو عنيف. العربيه كل حاجه فيها بتحب بالعنف. الازاز هنا في الباب هتلاقوه ضغطه واحده طبعا، بس اوتو داون بس، لكن مش اوتو اب. تمام. تحكم في المرايات، ضم كهرباء، الكلام ده كله. ده لوك الابواب. حتى هتلاقي الباب ما فيهوش تفاصيل كتير، الباب قوي، الباب حتى الباب معمول لعنف. تلاقي الباب نفسه ضخم، باب مش سهل. هنا الاضاءات بتاعت العربيه، قفلت الاضاءات طبعا اوتو. حاجه تانية برضه عايز اتكلم عنها، هي الفتيس. بص كده شكل الفتيس عامل ازاي جوه. ده الفتيس بتاع العربيه، لازم تقفل بتدوس لوك وتدوس. طبعا فيها كاميرا خلفيه. ده الان، ده الدي بتاعت العربيه. تمام. برضو العربيه فيها الفور لوك، ده كده ماشي 2 دي، دوت 4 دي، 4 ويل درايف. كده بقى دفع امامي فقط، او دفع امامي او خلفي على حسب العربيه. وفيها 4 ويل درايف اللوك بتاعها، وفيها اللو دوت لو انت عايز العزم بتاعك ايه، الترانسميشن بتاعها يكون في الطبيعي يعني. تمام. بس معظم الوقت طبعا الناس كلها بتمشي على الحته دي. برضه من ضمن الحاجات اللي كنت عايز اتكلم عليها وهي المنفذ ده. حاطط لك منفذ فيشه عشان لو انت عايز تشحن اي حاجه يكون معاك الدنيا سهله في الشحن، مفيش فيها مشاكل. شاشه تاتش موجوده، فيها كل طبعا بيانات العربيه، السيتنج بتاعها، الكنترولز بتاعت العربيه. طبعا فيها كاميرا خلفيه. نيجي بقى للحته الاساسيه في العربيه وهي المخزن بتاع الشحن. طبعا كل دوت مخزن الى حد ما صغير. تمام. ده مكان بتشيل فيه الحاجه. تمام. بس بص، هو انا مش شايفه عملي قوي بصراحه، يعني انا مش شايف ان الحاجات دي ذات اهميه. هي دي اكيد ليها اوبشنز، او بتخزن فيها فضه، يعني بتحط كده وتخزن جواها الفضه، بس يعني مجرد قطعه، بس مجرد بلاستيكيه ملهاش قيمه يعني. هنا في شواحن مداخل بس مش هتبان قوي معانا في الكاميرا. مداخل اي يو اكس، فينا عندنا مدخل اي يو اكس ومدخلين يو اس بي. تمام. بس ده بالنسبه للمسند الوصلي. هو حجمه ضخم على الفاضي من وجهه نظري يعني بصراحه، مش حاسس له قيمه كبيره قوي المدخل، الا لو نزلنا تحت. في تحت دور تاني هتلاقي ده بقى محتاج مكان تخزين يعني. بس العربيه من جوه ما فيهاش تفاصيل كتير زي ما قلت لك، العربيه من جوه بسيطه، بس الفكره كلها في ده، في صوت الوحش اللي هي بتقوم بيه على اكمل وجه، اذا كان في الصحراء او حتى على الطريق في المدن على الاسفلت. ده كان نهايه الفيديو. يلا بينا نروح نختم الفيديو مع بعض. ودي كانت نهايه الفيديو بتاعنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، عجبتكم. ما تنسوش اللايك والكومنت وتفعل الجرس وتشترك في القناه لو انت مش مشترك. كان معاكم احمد عمرو من قناه ايجيبشن كارز، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في امان الله ورعايته.